بيبدأ فيلمنا قبل اندماج السهول الوسطى قبل 1500 سنة، وفي فترة الحروب والنزاعات كانت المراعي الشمالية هي اللي عاوزة الحرب، في حين إن السهول الوسطى كانت عاوزة السلام. وبنشوف مولان وهي بتقتحم معسكر الأعداء بعد ما أمرها القائد بقتل أمير العدو عشان تنتهي الحرب. فبتتسلل مولان للمعسكر وتتحرك بخفة ورشاقة وسرعة، وبتقدر تتخفى من الجنود وتوصل لخيمة الأمير. فبتستعد مولان لقتل الأمير، فبتتصدم إنه طفل صغير، وبتستجوب مولان الأمير الصغير. وفي حوار بتستهزئ فيه مولان من الأمير اللي بيترجاها تعفو عنه لأنه صغير والعمر قدامه طويل. فبتحس مولان إن قتل الأطفال مش من صفات المحارب، فبتسيبه وبتمشي. فبيترجاها الأمير إنها تعلمه الكونج فو، لكنها بترفض وبتسيبه وبتطلع من باب الخيمة. فبيستغرب حراس الباب وبيعرفوا إن مولان قتله. وفي الوقت ده بيكون الأمير أرك، واللي بيكون هدف مولان من الأساس في الاسطبل، وبيهتم بحصانه. فبتسرق مولان حصان من أحصنة أرك وبتهرب. فبيتبعها الجنود ووراهم أرك اللي بيمشي من طريق تاني غير الجنود. وبيقدر أرك إنه يوصل لمولان وبيتقاتلوا مع بعض، وبتقدر مولان إنها تتغلب على أرك، لكن أرك بيخلي الحصان يوقعها على الأرض. وبنعرف إن أرك هو اللي مدرب الأحصنة، عشان كده قدر يسيطر على حصان مولان. لكن مولان مش بتستسلم، وبتضرب أرك وبتوقعه من فوق حصانه وبتركب مكانه. فبيتحرك الحصان وبيكون عاوز يوقع مولان، وبيستغل أرك الفرصة وبيركب وراها، لكن الحصان مش بيهدى وبيفضل يتحرك بعنف. وبسبب كده بتقع مولان مع أرك في الوادي. وبيفوق أرك وبيمسك حجر عشان يقتل مولان. وهنا بيكتشف أرك إن مولان بنت، فبيتردد في قتلها لغاية لما بتفوق مولان وبتهجم عليه. وبتفضل مولان تضرب في أرك ومش بتسيبه غير لما يقولها إنه عارف طريق الخروج. فبتستغرب مولان إن أرك واللي بتكون فاكراه عامل في الاسطبل عارف الطريق. فبيتصدم أرك إنها ما تعرفش إنه الأمير ومش بيصحح لها الفكرة. وبيتحرك الاتنين، وفجأة بيظهر مجموعة من العقارب العملاقة واللي بتهجم عليهم. وبتحاول مولان إنها تصد العقارب لكنهم بيكونوا كتير. وبتبص مونان حواليها وبتلاقي العقارب بتطارد أرك، وفي عقرب بيهجم عليه فبتنقذه. وبعد محاولات كتير بيتهرب أرك من العقارب وبيلاقي طريق للهرب، وبينادي على مونان فبتروح ناحيته. وبنشوف عقرب بتقرب من مونان وبتفلت إيد أرك وهو بيحاول ينقذها، فبيقع على الأرض وبتقرب منه العقارب، وعلى آخر لحظة بتشد مولان الأرك وبتنقذه. وبيطلع الاتنين فوق التل، وبتلاحظ مولان إن إيد أرك مصابة فبتعالجها باحترافية وبيتحرك الاتنين. وبيمدح أرك شجاعة مولان في اقتحام مخيم الأمير، فبترد عليه مولان إنهم هما اللي ابتدوا الحرب. فبيقولها أرك إنهم هما السبب في الحرب عشان سمموا منبع المية. فبتسخر مولان من كلامه لأن الحركة دي حركة جبناء وهم مستحيل يعملوا كده. وهما ماشيين بيسأل أرك مولان ليه ما قتلتش الأمير، وبيعرف إنها ما قتلتش الأمير عشان صغير، وإنه لو كان كبير كانت قتلته. فبتوتر أرك وبيخاف على نفسه. وبيستمر الاتنين في صعود الجبال لغاية لما بيوصلوا للقمة ومش بيلاقوا طريق. وبيكتشف أرك بيض عملاق فبيمسكه. وفي اللحظة دي بيجي الطائر صاحب البيض وبيهجم على أرك، وبتيجي لمولان فكرة وبتنط في الطائر وبيمسك أرك في رجله وبيطيروا معاه. وبيوصلوا للمية فبيقفز الاتنين، وبعد ما بيطلعوا على اليابسة بيتكلم الاتنين عن أحلامهم. وفي اللحظة دي بتوصل الأحصنة بتاعت أرك وبينطلق الاتنين في رحلتهم للعودة. وعلى طول الطريق بيحاول أرك يعرف اسم مولان. وبتوصل مولان لمنطقتها وبيكون أرك عاوز يقول لها إن الأمير، لكنه بيتردد لغاية لما بتمشي مولان ومش بيقول لها الحقيقة. وبترجع مولان لأرك وبتقول له على اسمها وبتمشي تاني. وبترجع مولان للجيش وبتحيي القائد وبتبلغه ان المهمة فشلت. فبيرد عليه القائد ان مفيش مشكلة وان الموضوع صعب اصلا. وفي الوقت ده بيدخل الجنرال وبيتعصب على مولان لما بيعرف انها فشلت في المهمة بتاعتها، وبيفضل يهين في والدها. وبنعرف من كلام الجنرال ان والد مولان كان قائد عظيم، وان مولان اخدت مكانه لانه كبر في السن. وبيتهم الجنرال والد مولان انه بيدعي المرض وانه مستخبي في البيت وبعت طفل ضعيف مكانه. فبتتعصب مولان لأن القائد تجاوز حدوده، وبيفصل القائد ما بينهم وبيدافع عن مولان. وفي آخر الحوار بيؤمر الجنرال بحبس مولان وبيمنع القائد مولان من الاعتراض. وفي معسكر المراعي الشمالية بنشوف الأمير الصغير وهو متعصب، وبيؤمر الجنرال إنه يدور على أرك. فبيرد عليه الجنرال إنهم دوروا مش لاقيينه، وده معناه إن الأمير أرك مات. وفي اللحظة دي بيدخل أرك فبيجري عليه الأمير الصغير، وبيبان على وش الجنرال الراحة. وبيحكي أرك عن مغامراته مع مولان. فبيحس الجنرال والأمير الصغير إن دماغ أرك اتأثرت من الوقعة من الجرف.
وبعد ما بينتهي ارك من الكلام بيقول الجنرال انهم لازم ينتقموا، فبيرد عليه ارك ان ده مش ضروري. وبيغير ارك الكلام وبيسأل الجنرال عن خياط بيعمل فساتين، فبيعرفه الجنرال على واحد. وبعد فترة في سجن السهول الوسطى بنشوف مولان في السجن بتلوم نفسها على الفشل، وفجأة بيظهر حصان ارك، وبتستغرب مولان من وجود الحصان، وبتتفاجئ لما بتلاقي الحصان اقتحم السجن. وبتكتشف مولان ان الحصان عاوزها تمشي معاه، ورغم تردد مولان إلا إنها بتمشي معاه. وبيوصل الحصان مولان لمكان أرك واللي بيكون جايب لها فستان هدية، وتتفاجئ مولان وبتلبسه وبتتصدم لما بتشوف نفسها لأنها بتحس إنها شافت حد غريب. وبيتمشى الاتنين مع بعض، وبتحكي مولان عن طفولتها وقد إيه كانت متفوقة في الكونج فو وكانت أقوى من باقي الأولاد. وبنعرف إن مولان دخلت الجيش لأن والدها مصاب ومش هيقدر يحارب، وإن مش معاها إخوات أولاد، وإنها حبت تثبت إن البنت ممكن تكون بقوة الولد، وإنها عاوزة ترفع اسم العيلة وتحافظ على شرفها. وبتتكلم مولان عن حلمها وإنها عاوزة تلف العالم وتحارب الشر، فبيقول لها أرك إنه مستعد يسافر معاها. فبترد عليه مولان إنها مش عاوزة حمل زيادة وإنها عاوزة تتحرك بسهولة. فبيبص لها أرك بنظرة استعطاف، فبتوافق مولان وبتقول له إنها محتاجة حد يراعي الأحصنة. وبيتكلم الاتنين عن رحلتهم وأحلامهم وبيتخيلوا مغامراتهم لمدة طويلة، وبيتأخر الوقت. وبتغير مولان الفستان وبترجع لزي الجندي، وقبل ما تمشي بيقول لها ارك انه كان بيتكلم بجد وانه مستعد يسافر معاها اي مكان. فبترد عليه مولان وبيبان عليها الحزن ان ده مستحيل لان بلادهم في حرب وهم اعداء، وانهم لو فضلوا مع بعض هيعتبروا خونة. فبيسألها ارك وبيقول لها اذا انتهت الحرب هتسافر معاه. فبترد عليه مولان ان ده لو حصل وكانت لسه عايشة هتفكر في الموضوع وبتسيبه وتمشي. وبنشوف ارك وهو بيتكلم مع والده امبراطور المراعي الشمالية وبيطلب منه يوقف الحرب وبيطلب موافقته عشان يتجوز مولان. وبنلاحظ ان الامبراطور معترض، لكن لما بيشوف اصرار ارك بيوافق. فبيكتب ارك رسالة لمولان في حقيقته وبيعرض عليها الزواج. ولما بتوصل الرسالة السهول الوسطى بنلاحظ ان في حد تاني غير مولان هو اللي استلم الرسالة وحرقها. وفي الوقت بتكون مولان بتتدرب في الغابة على السيف، وبتلاحظ ان في قاطعة طريق بتطارد واحد بيطلب المساعدة. فبتتدخل مولان وبتمنع قاطعة الطريق واللي بنعرف ان اسمها لون وولف. فبتهجم مولان عليها، لكن لون وولف بتتفاداها وبتكمل مهاجمة هدفها. فبتتعصب مولان وبتوقع لون وولف من على حصانها، وبيتقاتل الاتنين. وبنلاحظ ان مهارات لون وولف قوية جدا. فبتعجب مولان بمهارات وقوة لون وولف، فبتقول لها ان من الخسارة ان مهارتها دي بتستخدم في الطريق الغلط. فبتضرب لون وولف سيفها في الشجرة ومش بتقدر تطلعه، وبتحاول تأثر على مولان بالكلام وتخليها تشك في قرارها وإنها سابت الشخص الغريب يمشي من غير ما تعرف هو مين. فبتتهز مولان للحظة كده، لكنها بترجع وبتطارد لون وولف فوق المسارات الخشبة. وبتستغل لون وولف الفرصة وبتضرب ايد مولان، فبيقع منها السيف وبيتقاتل الاتنين فوق الخشبة. وبتقدر لون وولف انها تضغط على مولان. فبتنط مولان لباب معبد موجود في الجبل وبتدخل. فبتروح وراها لون وولف، لكنها بتتفاجئ بالظلام وعدد التماثيل الكبير واللي بيساعد مولان انها تستخبى. وبتكون الافضليه لمولان لانها هي اللي دخلت الاول وعرفت تستخبى كويس. فبتحاول لون وولف انها تتغلب عليها، لكن مولان بتطلع بره الكهف. وبتطلع وراها لون وولف ومش بتلاقيها، وفجأة بتظهر مولان من ورا لون وولف وبتخليها ترمي أسلحتها. وبتحاول مولان إنها تخلي لون وولف من طرفها، لكنها بتهرب من غير ما تسمع كلام مولان. وفي معسكر المراعي الشمالية بيكون أرك مستني رد مولان على رسالته وبيتخيل رد فعلها. وفجأة بيدخل الجنرال وبيبلغه إن عرض الزواج اترفض. وبيقرأ أرك رسالة وبيحس إن مولان في خطر، فبيؤمر الجنرال إنه يستعد للحرب. وفي الوقت ده بتكون مولان وصلت للسهول الوسطى وبيجي الجنرال عشان يشكرها، وبنعرف إن اللي أنقذته هو إمبراطور السهول الوسطى. وهنا بيكتشف الجنرال ان مولان فتاة وبيؤمر الحراس انهم يحبسوها لانها مخادعة، لكن الامبراطور بيعترض وبيقول لهم ان امير المراعي الشمالية طالب السلام بشرط ان مولان تكون زوجته. وبيتناقش الامبراطور مع الجنرال، وقبل ما يكملوا كلامهم بتوصلهم الاخبار عن هجوم جنود المراعي الشمالية. وعلى سور الصين العظيم بيقف امبراطور السهول الوسطى مع الجنرال والقائد، ومع اقتراب الجنود بتطلب مولان انها تصحح خطأها وتتقدم للقتال، وبيوافق الامبراطور. وبتركب مولان حصانها وبتتقدم للقتال، وبيقابلها جنرال المراعي الشمالية وبيتفاجئ ان ارك لانه افتكر ان مولان اتعاقبت بالخيانة وبيوقف القتال. بتتصدم مولان من وجود ارك لانها لسه معرفتش انه الامير، فبتسأله ايه جابك هنا، فبيقول لها ارك انه الامير. وهنا بيعرف ارك ان الرسالة ما وصلتش لمولان وان في سر ورا الرسالة اللي وصلتهم.
وبتتعصب مولان على ارك لانه خدعها وبتقاتله، وبيحاول ارك انه يهديها، وبعد وقت طويل من القتال بيعلن ارك ان السهول الوسطى والمراعي الشماليه في سلام. وبسبب الهدنه والسلام بيعملوا احتفال، لكن جنرال السهول الوسطى بيرفض اللي بيحصل، فبيضطر الامبراطور انه يطرده بره الاجتماع. وبعد الاحتفال بيتمشى ارك مع مولان على سور الصين العظيم، وبتكون مولان لسه بتفكر في موضوع الرساله المزيفه، لان ده دليل على ان في حد عاوز يشعل الحرب بين الطرفين. وفجأة بيسمعوا صوت الجنرال وهو بيأمر الجنود بمحاصرة المكان، وهنا بنعرف إن الإمبراطور اتخطف وإنهم متهمين مولان بالخيانة ومساعدة أرك، وبيهرب الاتنين من الحصار، وبيحاول أرك إنه يقنع مولان إنها تهرب معاه، لكنها مش بتوافق وبتجرحه بالكلام، فبيسيبها أرك وهو باين عليه الحزن. وبتقرر مولان إنها تروح للقائد في غابات البروج عشان تفضح الجنرال وتطلب مساعدته. وهي في طريقها بتتفاجئ من وجود لون وولف، وبتعرف انها اللي خطفت الامبراطور، وبتتصدم مولان لما بتعرف ان القائد هو السبب في كل اللي بيحصل، وان هو اللي اشعل نار الحرب عشان يحكم المنطقة كلها. ولما بتعرف لون وولف ان القائد خدعها وان كل همه الحكم مش مساعدة المظلومين، فبتنقلب عليه، وبتتعاون لون وولف مع مولان لقتال القائد، لكن قوتهم بتكون اقل منه، وبتكون حركات القائد سريعة وغريبة ومش من الكونج فو، وبيقدر القائد انه يحاصر الاثنين، فبتستخدم مولان نفسه كهدف، وبتتحرك لون وولف في السر وبيحبسوا القائد في جرس عملاق، وقبل ما يرتاحوا بيرفع القائد الجرس وبيقضي عليهم. وفي الوقت ده بيكون الحرب ابتدت، لان كل الفريقين فاكرين ان الفريق التاني خاطف اميرهم، فبيمنع ارك جنوده من القتال، وبيظهر عند مولان وبيهديها فرصة تتحرر من الانقاض، وبيتقاتل مع القائد بكل قوته، وبتقاتل مع القائد وبترمي من فوق الجبل. وبعد مرور شهر بينتشر السلام، وتنطلق مولان مع أرك في رحلتهم حول العالم.